أعزائي عزيزاتي إخواني أخواتي، مرحبا. خصصت موضوع اليوم لما يعيشه الشعب المغربي ولما يتداوله قاطبة من الكبير للصغير، اللي كيعرف واللي ما كيعرفش، وهو موضوع خطاب جلالة الملك أمس أمام البرلمانيين. أعطيته عنوان: فرحون وسعداء بالبيان التاريخي لعاهلنا المغوار محمد السادس. إخواني، مرحى وألف مرحى بالبيان التاريخي الذي وصلنا أمس من الملك سيدي محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الملقب بمحمد السادس. أنا حين أسمع هذا الملك في هذا الظرف العصيب من واقعنا، لا أسمعه بأذنين يسدهما الوقر أو يصوت فيهما الريح، أنا أسمعه بدموع الشعب الساخنة أكثر من سخونة دموع الشموع، دموع الشعب الممرغ في الفساد والعفونات الإدارية والتلوثات الطمعية. لنسأل ونجيب بعد تمعن وتأنين وتفرس عميق: ماذا يسهل مهمة القضاء على دابر الفساد في المغرب؟ وماذا يعوق مخططات القضاء على تركة الفساد في المغرب وفي العالم؟ الجواب واحد ولا يوجد سواه: إنه رئيس الدولة، رئيس الدولة الصالح أو رئيس الدولة الفاسد. لا يمكن أن يكون الملك محمد السادس نافذ الشخصية في العالم والسلوك وكلمته مسموعة في المحافل الدولية العظمى، ولا تكون كلمته مسموعة في البلد الذي يعلمه، والبلد الذي يحكمه. ماذا يعلمه؟ يعلمه الديمقراطية، يعلمه حب الوطن، يعلمه التواضع. ولا تكون كلمته مسموعة في البلد الذي يعلمه ويحكمه، فيطالب بالقضاء على الفساد ولا يقضى عليه لأجل ذلك. وإلى اليوم لا يسمع الملك ولا يقوم بما يريده الملك سوى مؤسسة واحدة، هي مؤسسة الشعب، خدمة المواطن كما يراها الملك. حين يقول رئيس دولة في بيانه التاريخي، أقول في بيانه التاريخي وأؤكد عليه ما لم نتمكن من قوله في وجه المدبرين السياسيين والإداريين، فسوف يكون بوسعنا الآن أن نطمئن على حاضرنا ومستقبلنا وعلى حقوقنا العاجلة والآجلة، ولم يبقى لنا إلا أن نسعى وراءها بكل شجاعة. فقد وصلنا أمس من قبة البرلمان وبصوت الشعب، أي صوت ملك الشعب، بيان يطمئن الشعب من جهة ويفضح أذناب الفساد وأعداء الشعب من جهة ثانية، مما زاد في إقناعنا على أن جميع من يساهم في إدارة شأننا هم أعداء الشعب، وأن الملك محمد السادس وحده من يريد لنا الخير، ولولا ذلك لما كان صوتنا الصادق هنا وهناك. وهذا الصوت وحده كفيل بإشعال الحنين في نفوس سكان المخيمات بسندف أو ساب الحلوف كما يطلق عليه الكثيرون، والعودة إلى ديارهم التاريخية بجانب ملك عادل. حين يعلن الملك مزئرا مزمجرا إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. كاين شي معارض كيقول هذا الكلام هذا؟ كاين شي واحد. فهذا له تفسير واحد، وهو أنه يخاطب بصوت الشعب، وبذلك يكون البطل محمد السادس هو صوت الشعب. الحاجة البسيطة لم يمهلها خطاب جلالة الملك، ويقول: وحتى قضاء الحاجات البسيطة للمواطن كيفما كان نوعها، كما جاء في تعبيره سيدنا. حمل شعارها
الملك في بيانه التاريخي للشعب من بيت البرلمان. أليس هذا صوت الشعب؟ إخواني أخواتي، من أنصفه الملك لن يقهره البشر. للموضوع بقية، الحلقة الثانية غدا إن شاء الله.